هو جونيور اجاي فين دلوقتي؟ جونيور اجاي يا صديقي اللي كانت بدايته الحقيقية في الصفاقسي التونسي، كان لسه صغنطوط عنده 19 سنة. عمل شغل جامد هناك مع الصفاقسي وقدر يسجل 10 اهداف وصنع 7. الله عليه. من بعدها الاهلي والزمالك اتخانقوا عليه، بس الزمالك كان شايف انه يدفع له 500 الف دولار، قال لك هم دول حلوين قوي عليه، بس الاهلي كان مصمم على اللاعب ودفع فيه 1.5 مليون دولار، وفعلا خد اللاعب وتألق معاه. لاعب مهاري وعنده مهارة خاصة بيه، ممكن تخبط الكرة في ركبته تخبط في وشه، ولكن بيقدر يعدي من اللعيبة عادي. غريب، ولكن واحدة واحدة اللاعب بيفشل انه ينزل حتى بديل في الماتشات، خلاص بينسى الكورة. قام الاهلي قالك لا ما ينفعناش الكلام ده، احنا عايزين لعيب بقى حلو بقى فوق يابا. وبيخرج من الاهلي، وبعد خروجه من الاهلي بيتمرمط وبيلف حبة حلوين كده على الدوريات، مرة نص موسم في الدوري الانجليزي بس في الدرجة الثالثة، وبعدها يرجع نيجيريا، وبعدها يروح النصر الليبي، بعد النصر الليبي يروح لك سموحة، وبعدها يرجع الدوري الليبي تاني بس المرة دي مع الهلال والاتحاد. وكل الفرق اللي قلتلك عليها دي ما عملش فيها 1% من الأداء اللي كان بيعمله مع الأهلي أو الصفاقسي. فشل بعد الأهلي فشل كبير، ولكن ما تقلقش عليه يا صديقي. تخيل اجاي عنده 29 سنة دلوقتي بس، ولسه فاسخ عقده مع الوحدة الأردني وقاعد من غير نادي. يا زمن، قول لي رأيك في اللاعب في التعليقات، وكالعادة ما تنساش اللايك والاشتراك. شكرا.